بقول ان دي حركه كويس جدا ان في شباب بيفكر، كويس جدا ان في شباب بيتحرك تحرك سلمي طالما انها بعيده عن استخدام السلاح وبعيده عن العنف. ده نوع من التفكير، حريه التعبير، حريه الراي. فدي نقطه لازم نتفق عليها. حاطين لك الاستماره، ما ينفعش تدينها حاطين لك الاستماره شكلهم عايزينك تمضي عليها. ما ينفعش، ما فيش حاجه اسمها ان انا بدين لا، ما فيش حاجه اسمها بدين. ادين ايه؟ ده حريه راي وحريه تعبير. دي اول جزئيه. الجزئيه الثانيه بقى، ايه اثر هذه الحركه او اثر هذه الاستماره او اثر تجمع هذه الاستمارات؟ انا مستعد اناقش هذا الاثر بشويه ضمانات اقترحها القائمين على هذه الايه الحركه. يعني مثلا على سبيل المثال، ما ينفعش تقول لي ان في 2 3 10 مليون توقيع ومفيش قضاء بيشرف عليها. ما اقدرش اقتنع بدي بصراحه. ما ينفعش تقول لي ان في 10 15 مليون توقيع ومفيش منظمات مجتمع مدني بتراقب اللي انت بتعمله. انا بصراحه ما اقدرش، ما تدخلش دماغي. ما ينفعش تقول لي ان 10 15 مليون توقيع ومفيش اي حد من طرف اللي انت بتوقع ضده. يعني انا في الانتخابات لما بترشح وحضرتك بيبقى ليك مندوب جوه في اللجنه وانا ليا مندوب جوه في اللجنه. مش انت دلوقتي بتقول انا مش عايز الراجل ده اللي اسمه محمد مرسي، طب ما هو ملوش حد يشوف اللي انت بتعمله. خدت بال حضرتك؟ اذا هناك ما ينفعش مثلا يبقى ده كله بمعزل عن المنظمات والمنظمات الدوليه والمصريه والخارجيه، ما ينفعش بمعزل عن الصحافه والاعلام. ما ينفعش تاخد الاستمارات وتروح بيتك بالليل وتصحى الصبح وتقول هم نفسهم لا واحده زادت ولا واحده قلت، وتلزمني وتقول لي انت لازم تصدق، وتقول لي دول 10 مليون وانا افضل مصدق انهم 10 مليون. انا ما اقدرش دي، انا دي ما تدخلش عقلي. انما اللي يدخل عقلي ان دي حريه تعبير، وان دي حريه راي، وان من حقهم انهم يعملوها، وان اللي يدينهم يبقى غلطان. انك متفق عليها في رمزيتها ولكن ليست كسند قانوني. انما ما تقدرش والا هقول لك انا بقى، اذا كنت انت ناوي تعمل كده وعايز تلزمني بحاجه زي كده، ما هو ده اللي كان بيعمله مبارك، انه كان بيطلع ارقام في الانتخابات بتاعته والاستفتاءات وعايز الناس تصدق.